السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلب الغاليين. ان شاء الله النهارده معانا فيديو كويس جدا جدا جدا. اللي ما يعرفناش عمرو ابو زياد المحله الكبرى، يساعدني اشتراكك لو انت اول مره تشوفنا. مكاننا يا جماعه المحله الكبرى، متاح الشحن بامر الله لعده محافظات. تمام، تعالوا بينا نتفرج هنقول ايه وهنعمل ايه. يلا بينا. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله يا جماعه، الاصل والقاطي باض اهوت. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. طبعا بنستخدم العلاج اللي احنا قلنا سيلفر سيز. عندي انتايه تانية هي باضت، اللي هي البلع القشر مندق اهي. بسم الله ما شاء الله. طبعا الذكر عنده تنفسي، الذكر عنده تنفسي ما ينفعش اللي انا اشيله من عليها. يعني في ناس تقول لك ايه، شيل الذكر من عليه. لا، انا بعالج الذكر وهو معاها عشان تديله مناعه، عشان تديله مناعه. لان انا لو شلت الذكر من عليه هيبدا اللي هو يخس، هيبدا اللي هي صحته تتبهدل اساسا. تمام، فلازما اللي انا اسيب الذكر معاها عشان يرد صحته، عشان يرد صحته. تمام، نتايه يا جماعه ما شاء الله اللهم بارك. لسه بيضه. طبعا 90% البيض ده بايظ، 90% احنا بنقول اهو البيض هيطلع بايظ. تمام، ليه؟ الذكر مقاوماته مش قد كده، فانا لسه مديله علاجه وغسلت له وشه فعشان افوقه. تمام كده يا جماعه. معانا القصر الخضر دوت ان شاء الله هو اللي عليه يبيض. شايف النتايه راقده في المحضن. طبعا مديها علاجاتها ومديها السيلفر سيز. ويا جماعه احنا بننزل اليومين دول بكزبره، بننزل بكزبره ناشفه. الكزبره الناشفه دي بتعمل ايه؟ مفيده جدا 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 لمرض السالمونيلا. طيب بنستخدمها ازاي؟ بنغلي معلقه واحده، معلقه على لتر ميه كزبره يا جماعه، معلقه واحده على لتر ميه. بنكرر تاني اهو، الكزبره معلقه واحده على لتر ميه. تمام، بتغلي، بتاخدها حضرتك حسب الكميه اللي عندك. عندك جوز، عندك 2، عندك 10، حسب الكميه. طب انا بحط 2 لتر، هتاخد معلقتين وتغليهم. بتصفي الكزبره، بتاخد الميه بتاعتها بعد ما بتبرد، بتحطها للحمام عند حضرتك. تمام، بتاخد الكزبره بعد ما بتبرد الميه بتاعتها بتحطها عند الحمام. دي مفيده جدا 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 لمرض السالمونيلا. تمام، عندنا جوز اهو جاله برد في عينيه، لسه حاطط له القطره اهو يا جماعه، وماشيين معاه بالعلاج بسبب ان السقف فيه تهويه، وده اكبر غلط. السقف هنا دخل هوا، يعني احنا سدين اهو بس السقف فيه تهويه. التهويه ديت جابت برد الحمام عن طريق الزغبار، عن طريق الهواء. المهم اللي هو جاله برد زي ما انتم شايفين كده، واديته القطره اللي هي الديكساتروبين اللي احنا بنستخدمها. اديته القطره الديكساتروبين اللي احنا بنستخدمها، وان شاء الله بكره يكون تمام. تمام، عندنا هنا القص المرقعات، شايفهم حنينين، شايفهم حنينين. عملت ايه؟ سبت ابنهم تحتهم، سبت ابنهم تحتهم، ما شلتوش، لا بالعكس سبته تحته. ليه؟ قص حنين. ادام انت قص حنين مش هتزعلني. اشوفك هتعمل ايه الاول في الزغلول بتاعك. تمام، ابدا اللي انا اشوف الاول هتعمل ايه في الزغلول بتاعك. طبعا الزغلول تحتهم ما شاء الله اللهم بارك يا رب اهو. بسم الله ما شاء الله، بياكلوا كويس. اللهم بارك يا رب وزيد في ذلك. طبعا برضو البلقه الخضراء اهيت بادئه برضو اللي هي تجمع. شايف فراده في المحضن كده بقى لها كام يوم، فان شاء الله على وش بيض اهيت، ان شاء الله على وش بيض باذن الله. مستنيكي، ها مستنيكي. هنا الفحميات كان تحتهم زغاليل، شلت بقى الزغاليل وحطيتها تحت الحضان فوق. تمام، مع ان الاصل ما زعلنيش، بس عشان يبيض تاني بقى، ما احنا عندنا الحضان فوق. فقمت جاي واخد الزغاليل بعد ما ظبطوا اللبه، قمت جاي محطتهم تحت الحضان فوق عشان يبداوا يبيضوا تاني باذن الله تعالى. يبقى يا جماعه نحاول نستخدم الكزبره الناشفه اليومين دول. جرب، مش هتخسر حاجه. علاج كويس جدا 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 بموارد الله للسالمونيلا، علاج كويس للسالمونيلا. بتتحط حضرتك في الميه، بتتحط في الميه بعد ما بتبرد معلقه واحده على اللتر، معلقه واحده على اللتر، ما تكترش. بنحط معلقه واحده على اللتر، يبقى ال2 لتر معلقتين،
يبقى ال3 لتر 3 معالق، يبقى ال4 لتر 4 معالق. جرب مش هتخسر حاجه. تمام. طبعا بنقعد نتمم هنا برضو مديها السيلفر سيز عشان باذن الله نشوف الناتج بتاعها، وبديها برضو الدي 3 اف لان انا النتايه بتاعه خرجتها، فاديته النتايه اللي هي كانت احتياطي. تمام يا جماعه. يبقى احنا بنستنى نشوف الانتاج بالنسبه للضرب بتاع الدكر ده غيره عن النتايه يا جماعه، ده غيره عن النتايه، مش دكر غشيم ولا حاجه، دي اسمها غيره عند الحمام. غيره هو مفكر ان انا مادد ايدي عشان امسك النتايه بتاعه، هو مفكر ان انا ابص دي اسمها غيره، بيطردك من الباب بتاعه. دي يا جماعه غيره، غيره عند الحمام. تمام زي ما انتم شايفين كده. هنا الجوز الشلبازات عاملين ايه؟ تحتهم ابنهم ما شاء الله طالع زغول كويس بسم الله ما شاء الله. بالنسبه للتاكيل التاكيل كويس اهو ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. بسم الله ما شاء الله. طالع لون ابوه، طالع احمر برضه بسم الله ما شاء الله اهو بسم الله ما شاء الله. بيخلص مثلا الاكل اللي قدامه بديله تاني، ادام جوز تحته زغاليل بديله تاني. احنا بناكل مره واحده في اليوم يا جماعه، ما بناكلش مرتين. احنا بالنسبه لنا بناكل مره واحده في اليوم، ما بناكلش مرتين. بنطلع اللي احنا نتمم على كل جوز عمل ايه، سوى ايه، اخباره ايه، زي ما انتم شايفين كده. طبعا اللي في وش الدكر ده مرحله قلش، الدكر بيقلش اهوت بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب. اهو الحمد لله توفيق من عند ربنا ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. راقدة على الحصى، ما بشيلش الحصى الا لما بيطلع الزغاليل ويبقى الزغلول كويس كده يلبنوه، ببدا اللي انا اشيله. طبعا زي ما قلنا القص دوت اديته علاجاته القطره، وبكره باذن الله هشوفه عمل ايه. يبقى اكتر سبب عمل لنا البرد فتحات هي زي اللي قدام حضرتك ديت، مع اننا سادين الجناب اهو اهو. تمام. الفتحات اللي قدام حضرتك ديت دخلت هواء ساقع للحمام، ادت بالنتيجه اللي انتوا شايفينها قدامكم دول. بنديله علاجه وبنهيئ له دنيته وبنشوفه. بالنسبه لكلامنا النهارده عن الكزبره الناشفه، كويسه جدا بنقول تاني لمرض السالمونيلا، كويسه جدا 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 لمرض السالمونيلا. استخدامها يا جماعه زي ما قلنا معلقه على اللتر، معلقه واحده على اللتر. بتاخد الميه بتحطها قدام الحمام في المسقه بعد ما بتبرد. كويسه جدا 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 لمرض السالمونيلا. جرب مش هتخسر حاجه. والحلبه محفز وبيدي سخونه طاقه للحمام. الحلبه كويسه جدا كويسه جدا كويسه جدا. وللتخصيب، طب انا مش عايز استخدم حلبه، استخدم لبان دكر بدل الهيسيلينيا. اللبان الدكر بنجيب شويه بنغليهم في ميه، بناخد الميه بتاعتهم بنحطها في المسقه للحمام. يبقى انا جايب لك علاجات طبيعيه تعمل معاك ناتج كويس وتشتغل معاك كويس. تمام. اللهم صل على النبي وبارك لنا فيه. عايز تستخدم الحلبه كويسه، بس الحلبه تختلف عن اللبان الدكر ان هي بتدي طاقه للحمام، سخونيه، بتسخن وتصهد الفرد الحمام في الجو اللي احنا فيه. تمام. فوائد الحلبه كتير. لبان الدكر يا جماعه للتخصيب سيلينيوم. تمام. لبان الدكر سيلينيوم عشان نبقى احنا عارفين وفاهمين احنا بنتكلم في ايه. بحاول افيدك زي ما انا استفدت. العلاجات بننزل بيها قدامك زي ما بشتغل معايا بشتغل معاك. حطينا الحمام الكزبره الناشفه زي ما بقول لك بالظبط. فجرب اللي انت تستخدم الكزبره الناشفه للحمام. حاجه زي ديت ما تفصلهاش لان هتتعب الدكر. اول ما هشيله واحطه في باب لوحده صدقني الدور هيخش فيه ويبدا يتملك منه. لا انا بديله علاجه مع النتايه، مع النتايه عشان يبدا يفوق ويرد صحته. يبدا يفوق ويرد صحته، ما يفضلش زي ما هو. تمام. حاول جرب زي ما انا بعمل. انا اتعلمت من الناس كده، بفيدك على قد ما اقدر. حاجه زي البرد ديت اديتها علاجاتها ومستني اشوف النتيجه، وباذن الله بكره الجوز هيبقى صحته كويسه باذن الله. القص لقيته حنين سبت الجوز تحته اشوف زقه هيعمل ايه. زق زغاليله هسيب دايما تحت. بدا اللي هو يتعلق في الزق بشيل الزغاليل او اشيل الحصى، ببدا احطها تحت الحضان. ربنا خلق كل حاجه بتاكل عيالها. احنا بنجرب وبنحاول نستفيد من بعض، وزي ما انت شفت انا بحاول افيدك على قد ما اقدر
موضوع علاجنا النهارده كان بالنسبه للكزبره الناشفه، ناس كتير شكرت لي فيها. علاج للسالمونيلا قوي جدا 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 بفضل الله. طبعا على قد ما اقدر بفيدك، وبنشكر كل راجل محترم بيشاركني القناه، كل راجل كويس معايا على القناه. شكرا لكل راجل محترم اشترك معايا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.